السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهارده جاي اكلمكم عن واحد من ادويه التخسيس المشهوره، يعتبر هو دواء تخسيس او واحد من ادويه التخسيس البسيطه جدا او القليله جدا اللي واخد ترخيص ان هو دواء تخسيس صريح، وناس كتير عارفاه، وهو الاورلي او الاورلستات او الريجي ماكس بالماده الفعاله اورلستات. طب جايين نتكلم عن ايه؟ جايين نتكلم ان الدواء ده يا جماعه بيشتغل ازاي. الدواء ده بيمنع امتصاص الدهون اللي في الاكل، فدي اول حاجه مش هتاخده غير قبل الوجبه الرئيسيه او معاها. ليه؟ لانه هيشتغل على الدهون، يعني ما تروحش تاخده مثلا وقبل الفطار الوجبه العاديه البسيطه، مش هيعمل حاجه، مش هيفيدك بحاجه. طيب ايه تاني برضو عايزين نقول عن الاورلي؟ عايزين نقول ان الاورلي يا جماعه ليه عيب او عيبين كده عايزين نركز عليهم. اول حاجه انه بيمنع امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، لانه بيمنع امتصاص الدهون فهيمنع امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، فيتامين ا، فيتامين د، فيتامين ك، وفيتامين ه. الحل ايه؟ انك تاخد، لو بتاخد الاورلي تاخد بعد الفطار مثلا شريط ابي فورتيل، تاخد كل يوم كبسوله او اي حاجه مالتي فيتامين. طب ايه المشكله الثالثه اللي ناس كتير بتشتكي منها؟ ان هو بيعمل براز دهني. طب ليه براز دهني؟ لان هو بيمتص او بيمنع امتصاص الدهون اللي في الاكل، فبالتالي ملهاش مخرج تاني غير البراز الدهني. فده دليل ان الدواء شغال وزي الفل. فلو اي حد يعني عايز يحافظ على وزنه ويمنع امتصاص الدهون اللي داخله جسمه، فالاورلي هيكون حل كويس جدا. ممكن ياخده مره في اليوم، مش لازم كل يوم، هيكون عند الوجبات الدسمه فقط. اتمنى اكون وضحت حاجه عن الاورلي تكون افادتكم. يا ريت لو استفدت اعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفي اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات وانا هجاوب عليه ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.